استعمال السواك للصائم سواء كان رطبا أو يابسا. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كل وضوء هذا عموم كيشمل الوضوء اللي في رمضان وفي غير رمضان، ولذلك لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم صائما ولا غيره، فيجوز استعمال السواك سواء في رمضان في غير رمضان، بل يجوز استعمال السواك سواء في أول النهار أو في آخره. لأن بعض الفقهاء قال لك يعني السواك لا ينبغي أن تستعمله في آخر اليوم. علاش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذاك السواك تحيد هذيك الرائحة الكريهة، فقال لك من الأحسن تخليها. ولكن هذا يعني هو غير بيبين به النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ديال الرائحة المتغيرة بسبب السواك، وليس معناه أن تحصيل هذه الرائحة مطلب شرعي.